نعم، كشف النقاب وتعرت أدوات وخيوط المؤامرة التي حيكت للنيل من سوريا وصمودها. شبكات سرية داخل سوريا وخارجها لتوزيع صور وأفلام التظاهرات. المجلة الأسبوعية الفرنسية أوبزرفاتور التقت ببعض من يسمون بالمعارضين السوريين، وفي معلوماتهم الشخصية: فداء السيد سوري وبجنسية سويدية، لم يزر سوريا يوما. رامي نخلة ناشط إلكتروني يقيم في منزل استؤجر له في حي الأشرفية ببيروت. أسامة المنجد يعيش في لندن، وأول من أدخل معدات اتصال بشكل سري لسوريا. المنجد هذا نظم ندوات سرية حول تقنية الاتصالات لعشرات السوريين خلال الأشهر التي سبقت التحركات. وحسب المجلة الفرنسية أقيمت هذه الدورات سرا في عدة دول يمكن أن يدخلها السوريون من دون تأشيرة، وخاصة تركيا والأردن. وتلقى المتدربون معدات اتصال متطورة في فترة مبكرة وقبل أسابيع من اندلاع الأحداث في سوريا. تقول الأوبزرفاتور إن المنجد أكد أن شبكة شام التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أنشئت نهاية شباط، أي قبل بداية التحركات ب3 أسابيع، وأدخلت مئات الأجهزة إلى سوريا سرا عبر المطارات وعبر الحدود مع الأردن ولبنان وتركيا. المجلة الفرنسية أوضحت أن عددا آخر من السوريين أقاموا شبكات اتصال أخرى. فراس الأتاسي المقيم في الرياض وتكفل بمدينة حمص، وعمار عبد الحميد المقيم في الولايات المتحدة وتكفل بمدينة دمشق. وفي فرنسا تقول الصحيفة إن طالبا سوريا واسمه المستعار عمرو يقيم في إحدى الضواحي الباريسية، هو على اتصال مع فداء السيد. مهمة عمرو هو تنظيم عملية النقل المباشر لقناة الجزيرة، حيث ينتظر الأخبار من المتعاونين معه في سوريا بعد أن زودهم بهواتف فضائية دفع ثمنها طبيب ثري. تبيع حبايبك وقرايبك بشوية بواقين من أعدائك؟ أي لا يا نحاش، هذه سياسة عشان أخدع بيها الناس. لا يا خفاش، انت خاين لكل قرايبك وما عندك أصول. انت خاين. هذا سياسة يا عمي، انت خاين يا عمي، هذا سياسة يا رجل، افهم، انت خاين يا. وفي كشف آخر تقول المجلة: في السنوات الأخيرة تم تدريب عشرات النشطاء على كيفية حماية المعلومات في الخارج، وإن عددا من المؤسسات الغربية نظمت لهم دورات تدريبية بشكل سري في دول مجاورة. وعن دور قناة الجزيرة الفضائية تقول المجلة: أواخر نيسان الماضي كان فداء السيد يجول في كواليس الجزيرة بشكل سري، فرحلته إلى الدوحة أحيطت بسرية كبيرة بإبعاد نظر أجهزة المخابرات عنه. تتابع المجلة: إن الجزيرة فرشت له السجاد الأحمر. ويقول السيد: قالوا لي إن البث سيكون مفتوحا لنا ابتداء من الآن. صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية كشفت أن هناك تحركا عمليا يجري ويتقدم على مسارين: الأول لتحقيق تقدم على المسار السوري، والثاني يتعلق بقضية الجندي الأسير جلعاد شاليط. ولفت المصدر لصحيفة الرأي الكويتية إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد ما زال يمسك بالخيوط ولم يقع، مع أن هناك جهات عربية تريد له ذلك. إذن وحسب الإسرائيليين جهات عربية تريد للأسد الوقوع. الأسد لم ولن يقع، لأن سوريا التي اختطت لها مكانا ثابتا وتاريخا مع الحق ولأجله
تعرف أن الطريق مليء بالأشواك، وسارت عليه باتجاه المستقبل.